بعد ما طلع من العسل بسم الله ما شاء الله ولا اروع من كده. الشكل صراحة مش محتاج اي تعليق. بسم الله ما شاء الله اهو. ده بقى اهو ما شاء الله شارب العسل بتاعه اهو. شايفين يا جماعة العسل بعمل ازاي؟ مش بيشر منه. شارب عسل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من مطبخ نادر سليمان ان شاء الله انا مع حضراتكم طريقة عمل بلح الشام بطريقة المصانع الطريقة الصح. سهلة جدا وبسيطة يا جماعة. معايا 210 جرام دقيق، عليهم 20 جرام سميد بتاع البسبوسة، ومعاهم 20 جرام نشا. دي النشا اهيت، دي السميد اهوت، ده الدقيق على بعض. المجموع بتاعهم ربع كيلو، يعني المجموع بتاع التلاتة على بعض ربع كيلو. 210 جرام، ال 20 جرام نشا وال 20 جرام سميد دول بيعطوا لون للبلحة، يخلوها لونها ذهبي ومفتح وحلو، وفي نفس الوقت مقرمشة من بره وجميلة. ومعايا 250 مللي ميه، عليهم 25 مللي زيت او معلقتين 3 معالق من الكبار زيت اهم. او معايا 3 بيضات. طبعا ال3 بيضات دول يا جماعه هنحطهم بس بعد ما نسوي على النار الاول، يعني هنحطهم في الاخر. هنشوف مع بعض هنحطهم ازاي. اول حاجه هنعملها الميه على النار لحد الغليان. اول حاجه يا جماعه الميه هتغلي على النار لحد ما تغلي بالزيت. بعد كده اول ما تغلي هنبدا نوطي النار وننزل عليها بالدقيق. تعالوا كده يا جماعه الميه بالزيت غليت خلاص. هبدا ان انا اوطي النار شويه. زي ما حضراتكم شايفين اهيت، دي العجينه اهيت. هبدا ان انا اشيلها، اطفي النار وابدا ان انا اشيلها واسيبها لما لحد ما تبرد. اهم حاجه الرخامه بتاعتي اهي، هبدا ان انا اسيبها لحد ما تبرد. اهم حاجه انها تبرد كويس اهي، لازم انها تبرد كويس. بعد كده هنقول لكم هنعمل فيها ايه. سيبها حوالي 10 دقايق بس لحد ما تبرد، وبعد كده هنبدا نعجنها بالبيض. يبقى حضراتكم شايفين كده العجين برد اهو اهوت، برد خالص اهوت. هنبدا بقى اللي احنا نعجنه بالبيض يا جماعه. هنجيب اول بيضه اهيت، اول بيضه وطبعا معانا كيس فانيليا، وهنبدا نقلبها بيضه بيضه يا جماعه اهي. اول بيضه بدات تدوب في العجين زي كده، هبدا ان انا احط الثانيه اهيت واحده بواحده. البيضه تحط واحده واحده، وابدا اقلب لحد ما العجين يشرب البيض. لان لو حطينا البيض مره واحده هيتعبنا في العجين. البيضه الثانيه اهي. يبقى كده خدنا الثلاث بيضات بتوعنا. اهم حاجه بقى في التقليب يا جماعه ان احنا ندعكها كويس لحد ما تبدا تعمل عروق. يا جماعه خدنا العجينه على الرخامه عشان نعرف نعجنها كويس. زي ما حضراتكم شايفين اهيت كده العجينه اهيت، شايفين العروق بتاعتها كده عرقت اهي، بدات تعمل عروق اهي. البيض شربت البيض بتاعها زي ما حضراتكم شايفين اهي. طبعا هي بدات تلزق. طبعا كانت ايدينا معكوكه، غسلنا ايدينا يا جماعه، بس العجينه كده دعكناها على الرخامه ايه عشان نعرف نضربها على الرخامه، لان مش هنملك نضربها غير على الرخامه اهي. او لو عندك مضرب اضربها في المضرب مفيش مشكله اهي. هنبدا بس عشان خاطر هتلزق في ايدينا، هنبدا ان احنا نجيب عشان ما تلزقش في ايدينا، هجيب نقطه زيت على ايدينا زي كده اهي، عشان اهي عشان ما تلزقش في ايدينا اهي. نقطة الزيت خليتها مبقاش تلزق يا جماعة اهيت اهيت كده. عجينة البلح قدامنا 100 100 اهيت. هنبدأ نجيب الكيس بتاعنا اهو.
طبعا البلبله يا جماعه اهيت تبقى خشنه عشان تبين شكل البلح اهيت، وهنبدا نعبي الكيس بتاعنا اهو. اهو كده يبقى شكل البلح بتاعنا زي ما حضراتكم شايفين يا جماعه اهو. اهو ده البلحه بتاعتنا. هنروح دلوقتي على النار، الزيت بارد، وهنبدا نشوف مع حضراتكم هنسويها ازاي. يا جماعه هنبدا بس اعك صابع بس كده نقطه زيت اهو، وهبدا زي ما حضراتكم شايفين كده اهو. هبدا اضغط وابدا اقطع بصبع زي كده اهو. اضغط واقطع بصبع زي كده. قد ما تاخد معايا، وهبدا ان انا اولع النار بتاعتي. طبعا ما ينفعش اقلب الا ما الزيت يسخن ويبدا البلح يطلع على وش الزيت، ابدا اقلب عشان ما يتكسرش. كده يا جماعه بدا البلح يطلع اهو على وش الزيت اهوت. هبدا ان انا اقلب بالراحه خالص اهو. البلح لازم تقليب مستمر يا جماعه. اول ما يبدا البلح يطلع زي كده هبدا ان انا اوطي النار شويه عشان يستوي براحته، ما ياخدش لون ويبقى من جوه لسه ناشفه اهيت. اهم حاجه يا جماعه انها تبقى ناشفه اهي عشان سخنه اهي. البلحه نشفت خلاص كده استوت تمام. هبدا ان انا واللون بقى حلو لعب ما شاء الله اهو. هبدا ان انا اطلع واحط في العسل اهو. طبعا يا جماعه العسل بيبقى تقيل، واحنا عاملين عسل في فيديو هنسيب اللينك بتاعه تحت الفيديو ان شاء الله اه. هنسيبه لما يشرب وبعد كده نبدا نصفيه اه. بعد ما طلع من العسل بسم الله ما شاء الله ولا اروع من كده. الشكل صراحه مش محتاج اي تعليق. بسم الله ما شاء الله اهو. ده البلح يا جماعه، ده مطلع حوالي كيلو بلح من 200 جرام دقيق اهو. بسم الله ما شاء الله البلح بتاعنا اهو اهو ما شاء الله. شارب العسل بتاعه اهو. شايفين يا جماعه العسل بعمل ازاي؟ مش بيشر منه، شارب عسله كويس ومقرمش من جوه ما شاء الله. بلح الشام بطريقه جدا سهله وبسيطه. شكرا ان عجبكم الفيديو، ما تنسوش اللايك والشير الجميل بتاعكم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.